السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم على قناة على اليوتيوب. أنا المهندس يوسف شحادة الأديب، وأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله حنبلش اليوم معكم بالحوسبة السحابية بالكلاود كومبيوتينج، وحناخذ عليها كورس المايكروسوفت آجور فاوندمنتال اللي هو رمزه AZ900. طبعا بس نخلص هذا الكورس حنيجي للكورس اللي من بعده اللي هو مايكروسوفت آجور ادمنستريتور. شو سبب اختياري لمايكروسوفت آجور؟ لأنه اللي بيتقن مايكروسوفت بيقدر يتقن أي منصة تانية، لأنه نفس الكونسيبت تقريبا، ما فيش هالفروقات الكبيرة. في عنا منصات تانية بتقدم شهادات كمان وبتقدم كورسات مثل امازون AWS ومثل جوجل GCP. طبعا السبب اللي خلاني اعمل الكورس انه المحتوى العربي بهذا الموضوع فقير نوعا ما. في ناس الله يعطيهم العافية شارحين الكورس، لكن يعني ناقصين منه كتير شغلات مهمة لازم تكونوا بتعرفوها. نحن حنمشي على خطة مايكروسوفت، حنفتح موقع مايكروسوفت نشوف الكتب اللي هي عملتها، حنمشي فيها بالتدريج إن شاء الله. الكورس هل هو سهل أم صعب؟ لا، الكورس هو سهل، يعني سهل انك تدرسه، سهل انك تفهمه، سهل انك تقدم الامتحان وتاخذ الشهاده تبعه من مايكروسوفت. لكن الكورس كمحتوى كبير، يعني المعلومات اللي فيه مكثفه، ممكن تتخربط بين شغله وشغله تانية، يعني فلازم انت تدرسه بشكل مركز اكثر. تقريبا الكورس المايكروسوفت آجور بيحتاج منك دراسه 10 ساعات وسطيا. طيب الامتحان سهل ولا صعب؟ الامتحان سهل للي بيدرس وبيجتهد. فيك تروح تاخذ اسئله من الجوجل دامز وتدرسها وتروح تقدم الامتحان وتاخذ شهاده بكل بساطه. لكن انت عند اول انترفيو حيسالوك عن المايكروسوفت آجور، بعض الاسئله انت هون حتنحط بموقف ما حلو. فمهم جدا انك تاخذ اساس نظري كويس كتير ومنيح وتفهم وتحفظ، وبعدين تبلش العملي وتبلش تبني الخبرة بهذا المجال. المايكروسوفت آجور فاوندمنتال 90% منه نظري، 10% منه عملي. أنا حبلش معكم مثل ما حكينا بالخطة تبعت مايكروسوفت، بعدين حنعمل تدريب عملي فيه، ومن ثم آخر شيء حنجيب أسئلة ونتناقش فيها ونعرف كيف نحن بنتجاوز الامتحان، وأعطيكم هيك طريقة حجز الامتحان بالنسبة لمايكروسوفت. طيب هذا الكورس لمين موجه؟ قال هو موجه لكل الناس اللي بتشتغل بتكنولوجيا المعلومات، أي حدا تقني فبهمه كورس المايكروسوفت آجور فاوندمنتال. يعني الناس اللي بيشتغلوا بالانفراستراكشر مثل السيستم ادمنستريتور، مثل النتورك ادمنستريتور، او مثل السبورت، هذا لازم يكون بيعرف مايكروسوفت آجور. اللي بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي، اللي بيشتغلوا بالسكيورتي، المبرمجين، الديفلوبرز، هدول كلياتهم يعني شغلهم كلياتهم عم يشتغلوه على ارض الواقع. هلا صار كلاود، يعني صار موجود على الكلاود، فهن لازم يتعلموا الكلاود ويكونوا حريصين فيها. انا تقريبا حانشر فيديو كل اسبوع ان شاء الله. انا ححاول قدر الامكان اختصر، ما اكتر بالشرح، بس انا اعذروني اذا طولت شوي احيانا، لانه انا بحب التفاصيل، بحب اعطيكم المعلومه كامله ما يكون ناقصها اي شيء ثاني. لما حنفوت بتفاصيل الكلاود كومبيوتينج حتعرفوا قديش هذا الكورس مهم جدا، هو واللي بعده، قديش هو مفيد لمستقبلكم ولحياتكم المهنيه. لذلك بتمنى منكم انه تحضروا الكورس بهدوء، برواق، فنجان قهوه، لابتوب، دفتر لتدوين الملاحظات، شويه صبر، شويه اجتهاد ودراسه، ويلا نبلش على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا شباب، برحب فيكم مرة تانية. وهلا رح نبلش بكورسنا. أول شغلة بنروح على المتصفح الإنترنت وبنكتب كلمة آجور AZ900 اللي هو هذا اسم الكورس تبعنا. حنلاقي في عنا صفحة من learn.microsoft.com، هذا هو الأوفيشال ويب سايت للشهادة مايكروسوفت آجور فاوندمنتالز سيرتيفيكيشنز. حنفوت عليها ونشوف المحتوى. هنا عطينك اسم الشهادة، شوية لمحة بسيطة عنها. نحن فعليا من هي الصفحة بهمنا هذا الزر اللي هو محل ما انت بتحجز امتحانك فيما بعد. ومثل ما شايفين سعر الامتحان $99 اذا كنت عم تقدم الامتحان من امريكا. اذا عم تقدمها مثلا من مصر بتصير 55، اذا مثلا من الامارات 99 الى اخره. طبعا انت عندك الاوبشن انك انت تقدم الامتحان اونلاين من البيت، وفي عندك الاوبشن انك انت اذا كان بالدوله اللي انت فيها في مركز لمايكروسوفت فيك انت تقدم الامتحان من عندهم وتحجز موعد معهم. بكل الاحوال نحن هذا الشيء بكير هلا رح نحكي عليه فيما بعد. الشيء الثاني اللي بيهمني يا شباب هو مواد الدراسه او الكتب. وحسب خطه مايكروسوفت في عندي انا 3 فصول، 1 2 3، وبكل فصل في عندي 3 موديولز، يعني 3 وحدات. عندي 3 وحدات بالفصل الأول، 4 وحدات بالفصل الثاني، و4 وحدات بالفصل الثالث. تقريبا هدول هن 11 وحدة، بياخدوا منك 10 أيام دراسة إذا كل يوم عم تدرس ساعة واحدة تماما. الفصل الأول سهل كتير، بيخلص معك بزمن قياسي. الفصل الثاني هو مهم أكتر شيء، لأنه 40 تقريبا من 40% من الأسئلة بتيجي منه، وفيه تفاصيل وشرح كتير، يعني معلومات بتخربط، فبك تكون مركز شوي. الفصل الثالث كمان مهم جدا. طريقة الدراسة حتكون أنه كل فصل نحن بنعمل رايت كليك هيك على اليمين مثلا، بنفتح الفصل الأول، حنشوف أنا في عندي اليونت الأولى، اليونت الثانية، واليونت
الثالثة. نحن حنبلش فيهم وحدة وحدة مشان ما نتخربط وما ننسى شيء ما ندرسه. حنبلش فيهم وحدة وحدة إن شاء الله. قبل ما أنا أبلش معكم بالمايكروسوفت أجور فاندمنتال، قبل ما نبلش بكل الدراسة اللي نحن نبلش فيها هلا، في هيك شوي فكرة بسيطة حابب أشرح لكم إياها قبل ما نفوت بالكلاود كونسبت يعني، او الكلاود كومبيوتينج كونسبت. اوكي، خلينا نفتح الرسام اول شيء ونحكي سيناريو بسيط. خلينا نقول في شركه جديده فتحت، وهي الشركه هلا بدها تبلش تبني بالانفراستراكشر تبع البنيه التحتيه تبعت قسم الاي تي اللي فيه. بدايه طلبوا من القسم الاي تي انه نحن بدنا يكون عندنا سيرفيس، خدمه سيرفيس هي خدمه الايميل. بدنا نقدر نحن نبعت ايميلات لبعضنا ونبعت ايميلات لبرات الشركه. طبعا انا هون عم بحكي عن مفهوم الاي تي بشكل عام، بغض النظر اذا شركه صغيره متوسطه او كبيره. هيك هو الكونسبت. الاي تي مانجر مع التيم اللي معه اول شغله هن بيروحوا بياخذوا غرفه بقلب الشركه. هالغرفه تكون محايده ومحميه، ما عليها اي يعني ما مو اي حدا بيقدر يفوت عليها، وببلشوا يبنوا بقلبها. الغرفه بسموها الداتا سنتر. هي الغرفه شو اسمها؟ اسمها داتا سنتر. داتا سنتر معناته مركز بيانات، يعني هو هذا المكان اللي انا بدي احط فيه كل الاكويبمنت اللي بتخص قسم الاي تي. فاول شغله بيعملوها بروحوا بجيبوا جهاز اسمه سيرفر مخدم، وبهذا السيرفر بيعملوا شيء اسمه الدومين كنترولر. الدومين كنترولر مثل ما درسنا بكورس الماضي، الدومين كنترولر بيعملوا بقلبه الاكتيف دايركتوري، وبقلبها بيكون هي عباره عن دايركتوري فيه دليل لكل الحسابات الموظفين والريسورسز الموجوده بالشركه بشكل عام. هالدومين كنترولر انا مشان اضمن انه ما يصير له شيء بدي اعمل دومين كنترولر تاني معه. العمليه بيناتهم بيسموها ريبليكيشن، يعني اي شيء بصير هون بصير هون. فهذا اسمه برايمري وهذا اسمه اديشنال، هن اثنين موصولين مع بعض. اذا واحد بيناتهم لسبب ما وقع فالثاني حيشيل. هو بالنهايه ماشين سيرفر، فيه ممكن يصير في مشكله بالسوفت وير تبعه الويندوز سيرفر، ممكن يصير في مشكله بالهاردوير اللي فيه رام بروسيسور الى اخره. وبعدين حاشتري سيرفر ثالث، حنزل عليه او اس اللي هو الويندوز سيرفر، وهذا السيرفر اسمه اكستشينج. الاكستشينج سيرفر هو عباره عن سوفت وير من مايكروسوفت، هو اللي بيعطيك سيرفيس الايميل، انك تبعت ايميل من مكان لمكان، من داخل الشركه الى خارجها ومن خارج الشركه الى داخلها. الاكستشينج سيرفر كمان نفس القصه، بدي اعمل معه واحد ثاني. ليش؟ اذا واحد وقع فالثاني بيشتغل عنه. هي بسموها الهاي افيلابيلتي. الهاي افيلابيلتي انه انا السيرفيس تبعتي تضل موجوده، لو شو ما صار معي بهذا السيرفر فالسيرفر الثاني حيشيل على ما اصلح السيرفر الاول. هذا الاكستشينج سيرفر انا حتى اقدر اوصله مع الدومين كنترولر واوصله مع اليوزرز اللي عندي، انا صار بدي شبكه، بدي نتورك. وهي النتورك فيها كابلات، فيها سويتشز، فيها راوترز، فيها كونفيجريشن كتير. في عندي دي اتش سي بي، عندي دي ان اس، عندي كونفيجريشن بالنتورك. يعني هي النتورك انجينير هو اللي بيعملها. طبعا المنظومه كلياتها على بعضها بدها كهرباء، وكمان بنفس الوقت انا لربما صار في عندي مشكله الكهرباء تبعي بدها تنقطع، فانا لازم يكون شو في عندي هون بطاريات يو بي اس. اذا انقطعت الكهرباء فاليو بي اس بتشيلني. طيب هي النتورك انا بدي اخلي الشركه تبعت ايميلات لبرات الشركه، فانا بوصلها بشو؟ بالانترنت، طلع على الانترنت. وحتى احمي شركتي واحميها ما يصير عليها اي اخطار، انا بحط لها فاير وول. الفاير وول هو اللي بيخلي الشركه بيعمل مانجينج للترافيك اللي فيها، بيعمل اداره للترافيك، لحركه مرور البيانات اللي عم تصير من برات الشركه الى وخارجها. هالداتا سنتر بنفس الوقت لازم يكون فيه منظومه تبريد. ليش؟ لانه انا في عندي حراره كتير عم تطلع من تشغيل هالاجهزه، فلازم بردها بطريقه صح، ولازم اعمل عليها اكسس كنترول، مو اي حدا بيقدر يفوت عليها، فلازم اركب اجهزه بصمه واجهزه دخول، تنظيم للدخول. وبنفس الوقت انا نطلع الشركه على الانترنت عن طريق اي اس بي، وليكن اكس، شركه اسمها اكس هي بتعطيني انترنت. لربما هذا الخط صار في عليه دروب لسبب ما، شو انا بطلع برات انترنت، يعني بطلع برات ما بيمشي الحال، فانا باخذ انترنت تاني من شركه اسمها واي، فهذا الاول وهذا الثاني، فبصير في عندي لود بالانسنج وريدندنسي بيناتهم. اذا هذا الاول وقع فالثاني بيشيل. وبنفس الوقت في عندي شيء اسمه اللود بالانسر. اللود بالانسر هو بيعمل توزيع للحمل بين هذا الخط وبين هذا الخط. في حدا من الموظفين بده يبعت ايميل، مره بيطلع من هون، الموظف اللي بعده بيطلع من هون، وهكذا. هذا الداتا سنتر لسبب ما وقع، صار في كارثه، صار في زلزال،
صار في هاردوير فيلر لسبب ما، انا بهي الحالة شو خسرت الاب تايم. الاب تايم اللي هي السيرفيس، يعني وقت التشغيل، وقعت الدنيا عندي. فانا حتى اضمن انه ما يوقع شيء عندي، بروح بعمل داتا سنتر تاني مثله. هذا الداتا سنتر اسمه ديزاستر ريكفري. الديزاستر ريكفري هو الباك اب تبع هذا الداتا سنتر الاول. اذا وقع الثاني بشيل، وغالبا بيكون اما بمدينة تانية او بيكون بدولة تانية بمحافظة تانية الى اخره. لاحظوا معي يا شباب، انا عم بحكي طبعا بشكل مختصر، الموضوع لسه اكبر من هيك. شايفين هاي الفتلة كلياتها، هاي السيناريو كله اللي حكيته انا، هذا كلياته بس مشان انا شو امن سيرفيس ايميل، انه حدا بده يبعت ايميل. طب انتوا شايفين هذا الشيء قديش مكلف؟ الشركة اذا كانت بدها تعمل هيك كونسبت قديش بدها تحط فلوس. انا لسه ما حكيت عن اللايسنس، ما حكيت عن الفيندرز شو بيطلبوا، ما حكيت انه والله بدهم يعملوا ويب سايت، بدهم يعملوا داتابيز، ما حكينا على الستورج، لانه هذا الاكستشينج نفسه اذا زادت الداتا تبعه صار بدك منظومة ستورج لإله كمان. فالموضوع كتير كبير، الموضوع جدا ضخم. بيئة العمل هي اللي حكينا عليها اللي اسمها داتا سنتر، هي بيسموها on premise. هذا المصطلح كتير حتشوفه. اذا ال on premise هو نفسه الداتا سنتر. on premise يعني فيزيكالي، يعني انت عندك your own data center، انت عندك الداتا سنتر تبعك موجود مركز البيانات بشركتك. تكلفة هالفلوس اللي انت حطيتها للشركة بيسموها كابكس. شو بيسموها يا شباب؟ بيسموها كابكس. هذا المصطلح كتير انت حتشوفه، كابكس. فالكابكس هي الكابيتال اكسبنديتشر، يعني المصروفات الرأسمالية. اي مصروف انا بحطه او بشتريه وبحط له دفعة مقدمة مسبقة الدفع، هذا بيسموه كابكس. يعني الشركة اشترت سيرفر، اشترت هاردوير، اشترت لايسن، اشترت منظومة معينة، دفعت فلوس في البداية، فهي بيسموه كابيتال اكسبنديتشر. اما في عندي شيء تاني اسمه الاوبكس. الاوبكس اللي هي الاوبريشنال اكسبنديتشر. الاوبريشنال اكسبنديتشر نحن هون بنحكي عن المصاريف التشغيلية. انا حتى اشغل هاي المنظومة بدي اصرف فلوس ادفعها فيما بعد، مثل رواتب الموظفين، مثل فواتير الكهرباء، فواتير الانترنت. الكابكس والاوبكس هدول المصطلحات انتم كتير راح تعرفوهم وتشوفوهم فيما بعد، حنحكي عليهم كمان. اجت شركات مثل مايكروسوفت، مثل امازون، مثل جوجل، مثل ديل، مثل اي بي ام، قالوا لك يا اخي نحن ما في داعي انت تعمل الداتا سنتر تبعك، ما في داعي تتخسر هاي الفلوس كلياتها اللي انت تخسرتها، ما في داعي تكون الكابيتال اكسبنديتشر تبعك كتير كبير. نحن عندنا داتا سنتر كتير كبير وبنحسن نأجرك الداتا سنتر تبعنا. يعني بدل ما تبني الداتا سنتر تبعك نحن بنبني لك، يعني هو موجود عندنا اصلا، انت بتستأجر من عندنا. وحتى توصل للداتا سنتر تبعك انت بيكون معك كمبيوتر وانترنت، وبتدفع لنا كل شهر دفعة معينة او كل سنة او كل 3 سنوات حسب العقد. الشركات قالت لك هيك، انا اوكي اتس فاين، انه انا ما رح ادفع شيء بالبدايه، انا خلص بستاجر من مايكروسوفت او من امازون وصلى الله بارك. وبالتالي الكابكس اللي كانت عندك تحولت لشو؟ لاوبكس. هاي هي كل الكونسبت من الكلاود، انه انا الكابكس تبعتي تصير اوبكس كمصروفات. اما كشغل، مايكروسوفت هي اعطتك الداتا سنتر وهي اللي زبطت لك الدنيا، هي المسؤولة عن تظبيط الكابلات، هي المسؤولة عن التبريد، هي المسؤولة عن الكهرباء. يصطفلوا هن يدبروا حالهم. انت شغلتك تدفع كل شهر او كل سنة مثلا مبلغ معين، بتستأجر من عندهم سيرفر، بتستأجر من عندهم انفراستراكشر، وبتديرها انت على كيفك وبراحتك. يعني السيناريو اللي حكينا اول مرة عن الاكستشينج سيرفر، انت بكل بساطة فيك تروح لعند مايكروسوفت تاخذ من عندهم سيرفر تبنيه بايدك بمواصفات اللي انت بدك اياها، وتعمل نفس السيناريو اللي عملته بشركتك لكن وين؟ اونلاين على مايكروسوفت ويب سايت بخدمة اسمها اجور. هاي هي فكرة الكلاود. هالخدمة اللي اسمها اجور من مايكروسوفت نحن هلا رح ندرسها. كلمة اجور معناتها لازوردي، اللون الازرق، في ناس بتلفظها ازور، ازوري، اللي بدك اياه، هي اسمها اجور. ان شاء الله بالدرس الجاي هلا رح نروح على الفصول اللي حكينا عليها من البداية وندرسهم واحد واحد إن شاء الله. حياكم الله.